في دولة ذات إمكانات هائلة مثل المملكة العربية السعودية، أتمنى أن يستغلوا هذا، لأن المملكة فعلا قارة، وكما ذكرت أنت في بداية حديثك السوق السعودية مغرية. صحيح، مغرية، لأن حوالي 27-28 مليون مواطن سعودي وغير سعودي، بالإضافة إلى ملايين من الناس تأتي لمكة وللمدينة. صحيح. وأيضا المملكة في المستقبل فيها مناطق سياحية في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط وفي الغرب. إذن هذه فرصة أتوقع من الزملاء الذين عينوا في هذا الجهاز المهم أن يقوموا بواجبهم بأسرع فرصة. إن شاء الله. أنا أتمنى أن نحسد على التغيرات التي سنشهدها يعني قريبا. إن شاء الله ستكون إيجابية بإذن الله. إن شاء الله. فاصل ثم نعود إليكم. سوريا، القتلى يتعدون حاجز 3000 وتصاعد الانشقاقات في صفوف الجيش. ساهر لا زال يتعرض للاعتداءات، أين الخلل؟ مع كلير الجديد للرجل عندك القوة لتتغلب على القشرة، الحكة والدهون. 3 فوائد متكاملة لفروة رأس مثالية. كلير الجديد للرجل. مرحبا، أنا بندر وحاب أوريكم مكتبي اللي تجهز بكل سهولة. هذه اللابتوبات اللي قدموا لي إياها، ووفروا لي إنترنت للمكتب وخارج المكتب. مو بس كده، وكمان يعطونك موبايلات ذكية لكل الموظفين. وهذه غرفة السيرفرات ريحوني منها، شوفوا كيف صارت. وقدموا لي أحدث تقنيات الاتصال، بالإضافة إلى فريق دعم فني على مدار الساعة. كل هذا بدون أي رسوم تأسيس. يعني باختصار، موبايلي جهزوا لي مكتبي، مكتبي من موبايلي، مكتبك جاهز للعمل. على خليجية. ستائر مرصعة بكريستال شوانوفسكي من سيدار. دايما لمستك تعمل فرق. نور لتشرق مائدتك بالخيرات. نقدم لك سمارت، الباقة المفوترة الجديدة من موبايلي. سائل استحمام دوف، أفضل تغذية طبيعية لبشرتك. إنوفا، انسجام كل يوم. بإمكانكم التواصل مع برنامج يا هلا من خلال المواقع التالية. سوريا
الرهان على انشقاقات الجيش، متى يمكن للعسكري أن ينشق عن قيادته؟ هل تعني الانشقاقات بداية حرب أهلية؟ هل انتهاء مهلة تطبيق الشروط العربية يعني تدويلا للقضية؟ الجامعة العربية تعلن عدم التزام الحكومة السورية بالمبادرة العربية وتدعو لاجتماع طارئ غدا السبت، فيما تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يتمخض عنه الاجتماع ومدى دوره في معالجة الأزمة. يرى مراقبون أن تجميد عضوية سوريا باتت خيارا أكثر إلحاحا من ذي قبل، إلا أن دولا أخرى قد تقف ضد القرار رغم تجاوز عدد القتلى حاجز 3500، فيما معنى الكارثة التي قصدها أمين الجامعة العربية نبيل العربي حينما قال أنها ستحدث إن لم يلتزم النظام السوري بالمبادرة. شيخ حمود، خلينا نشوف كيف من منظور قانوني للعسكري متى له الحق أن ينشق مثلا عن قيادته؟ نعم، طبعا أنت تعرف أن العلاقة العسكري في النظام العسكري علاقة ولائية تبعية، وهي علاقة حفظ وصيانة وإخلاص. لكن متى ما كان يعني الأمر العسكري يصدر بالاعتداء على النفس أو على المال أو انتهاك السيادي للدولة بمنظوم عام، فإنه يجوز له أن يمتنع عن تنفيذ هذا الأمر باعتباره يتجاوز الولاية التبعية الأصلية. نحن نقول الولاية التبعية الأصلية اللي هي ولاية الطاعة، متى ما ترتب على الطاعة تعدي صارخ على حقوق الآخرين أيا كان هذا الحق، فيجوز له أن يمتنع، ويجوز له امتناع قد يكون امتناع يعني وقتي، وقد يكون امتناع زماني، وقد يكون امتناع يعني قطعي اللي هو نسميه احنا انشقاق. فهذا حقيقة يعني واضح في النظام السوري. لكن لي تعليق بسيط عن المبادرة إذا أردت. أنا طبعا أيضا قانونيا أتحفظ على تسمية المبادرة، باعتبار أن إذا أردنا أن نسميها مبادرة لابد أن يكون الطرف الأصيل فيها متفق على كافة البنود. احنا عندنا الآن نظام وعندنا شعب. صحيح. الشعب يعني يرفض هذه المبادرة، وكان يطالب ابتداء بأنه ليس هذا النظام ممثلا له، فبالتالي هي حقيقة اتفاق مبادرة من طرف واحد، ولا نستطيع أن نسميها مبادرة يعني تخص دولة، باعتبار أن نفصل الآن في الوضع الراهن في سوريا الآن في ظل القتل وظل يعني هذا السفك للدم والنزيف، نفصل بين النظام وبين الشعب. فهذه المبادرة على تحفظي على التسمية هي تتعلق بالنظام وليس للشعب صلة فيها. ايش رايك يا دكتور محمد؟ خلينا حتى مع الاتفاق على انها مبادره، يعني كيف ترى الافق حق نجاح المبادره والوصول الى تسويه؟ نعم، انا لا ارى اي بوادر لالتزام النظام السوري، وسببا هذا النظام قد افلس وقد انتهى، وهو يلعب فقط على الوقت، وهو يعلم علم اليقين انه لو التزم ولو ببند واحد من هذه المبادره سيسقط. لو سحب الجيش من المدن سيخرج الملايين من السوريين يتظاهرون ضده. هذا نظام من عام 63 ميلادية، منذ أن وصل حزب البعث للسلطة عام 63. هذا نظام دموي ونظام جدا يعتمد على الأمن وعلى القوة الأمنية لإخضاع الشعب السوري. الشعب بكافة فئاته، أديان وطوائف، لم يعد يطيق هذا النظام. واعتقد أن على الجامعة العربية غدا ألا تعطي فرصة أخرى لهذا النظام، وإنما يجب أن تعلق عضوية النظام السوري في الجامعة العربية حتى يرحل فيستريح ويريح. طيب دكتور محمد، أنت ترى بكرة طبعا هو موعد اجتماع الجامعة العربية للرأي فيما آلت إليه المبادرة العربية، كيف ترى أو تستشرف الوضع؟ والله أنا أرى أنه جامعة الدول العربية في ورطة من أمرها، يعني بمعنى أنه يقال بالإنجليزي damned if you do and damned if you don't. يعني الجامعة العربية سوف تكون مخطئة أن تدخلت ومخطئة أن لم تتدخل، فهي مجبر أخاك لا بطل. والنظام السوري الذي هو عضو في الجامعة الدول العربية يعرف محدودية قدرات الجامعة الدول العربية، هم لهم ممثل فيها. ولذلك يعني الجامعة لا أحد يراهن على جامعة الدول العربية. ليش؟ طيب موقف جامعة الدول العربية موقف أدبي لا أقل ولا أكثر. طيب موقف الجامعة من مثلا من أحداث ليبيا ألا يكون يعني سابقة؟
شوف، موقف الجامعة في الأحداث ليبيا يتلخص في شيء واحد فقط قدمته للليبيين، هو أنها دعت حلف الأطلسي للتدخل. طيب هل هذا وارد؟ حلف الأطلسي أنا أعتقد أنه تدخل بعدما اتفق مع جامعة الدول العربية قبل أن تعلن جامعة الدول العربية موقفها. لأنه هكذا تأتي أمور السياسة. لا تستطيع أنك تدعو أحد للتدخل وأنت تعرف سابقا أنه لن يتدخل. لن يتدخل، بس لو سمحت لي أنا أضيف شيء واحد. لن يتدخل أحد في سوريا، بل على العكس، المتدخلون في سوريا لصالح النظام اللي هم إيران والعراق وحزب الله أكثر من المتدخلين ضد النظام. وهذا والعصب من الإمداد سواء المادي أو حتى العسكري. هناك عتاد عسكري يأتي من لبنان لأن السوريون يسيطرون حتى على لبنان، وهناك حدود مفتوحة مع العراق. هذا المدد هو العصب الذي يتعلق به النظام الآن لاستمراريته. أستاذ عبد الله، هل تتفق مع الدكتور محمد أولا؟ والأمر الآخر، هناك رأي يشير إلى احتمال أن تقوم دول عربية مثلا بسحب السفراء من سوريا، هل هذا وارد؟ طبعا في كثير من الكلام الدكتور اتفق ولا شك معه، وهذا وارد أيضا. لكن سوريا لا تعير اهتمام أبدا للجامعة العربية ولا تعير اهتمام للدول العربية. سوريا أمامها هدف واحد، أكون أو لا أكون مدعوم من إيران. فإذا انتهت سوريا أو انتهى النظام، انتهت الأهداف المرسومة لسوريا وللوطن العربي. في الحالة هذه أمام العرب حقيقة، خلينا نكون مباشرين، أمام العرب حالة واحدة فقط، هو الاتفاق مع الدول الغربية وفق مصالح مشتركة لإنهاء هذا النظام للقضاء على الأهداف الإيرانية. هذا هو بشكل مباشر. إنما بهذه الطريقة نعم. الآن اللي حاصل، وأنا طبعا كما ذكرت في بداية الكلام، لا يمكن أبدا، أنا أتوقع لا يمكن أبدا يحدث هناك داخل الوطن السوري أي حرب داخلية، لأن الشعب السوري شعب يتميز بالحكمة ويتميز بالقوة والشدة. ما يعني خشية من حرب أهلية. أنا أعتقد الآن القوة أو المواجهة ما بين العين والمخرج. يعني الشعب السوري يواجه حكومته بصدره ومتحدين على هذا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحدث خلاف ذلك، حتى ولو كان هناك انشقاقات. إن حدثت انشقاقات فهي ستكون لصالح الشعب ضد الحكومة اللي قائمة على القمع. نعود لأوضاعنا المحلية. التعليم العالي يعلن أسماء 8000 مرشح بعد هذه السنوات. هل ظهرت المخرجات؟ أستاذ عبد الله، هل ترى الآن بعد هذه السنوات وبعد عدد المرشحين أن سوق العمل الآن بالذات للمبتعثين صارت يعني سوق مطمئنة لعودتهم وأنهم يجدون يعني وظائف؟ بصراحة لا، بدليل العودة أعداد كبيرة منهم لم يجدوا الوظائف المناسبة اللي يطمحون لها، لأنهم غير مهيئين للسوق أو لم تتوفر لهم الوظائف أو الأعمال المناسبة. أنا اللي أشوفه الصح أن يكون تأهيلهم بعد العودة هنا من خلال يعني أكاديميات أو كليات متخصصة مثل كليات مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني وتحويلها، ومن باب أولى تحويلها إلى وزارة. حقيقة هذه اللي ممكن تؤهل الشاب إلى سوق العمل. نحن نتحدث عن سوق عمل يدوي ولا نتحدث أو إنتاج، ولا نتحدث عن طاولة وكرسي. إذا كان على طاولة أو كرسي هذا متوفر لكثير من الخريجين، لكن كذا بيكون في كثير من الكساد ولن نحقق شيء. السوق الآن غير مهيأ حتى للموجودين، فكيف الحل أصلا السؤال، هل مجتمعنا مهيأ ليعمل الطلاب في المسائل الحرفية واليدوية؟ غير مهيأ طبعا. مخرجات التعليم نتحدث عنها، لكن لا يوجد هناك مخرجات تعليم. أنا أتصور مخرجات التعليم تتحقق إذا ما تغير المنهاج، طريقة التربية والتعليم حتى ينتهي، يبدأ بأمر ما بخطة وينتهي بهدف يخرج فعلا عقول ممكن أن تكون متقبلة بداية، متقبلة ثقافة العمل ثم متقبلة العمل ذاته. خلينا نشوف الشيخ حمود، ايش رايك كيف يمكن أن نهيئ يعني الشاب المتخرج حديثا للعمل في